4 شباب خرجوا من مكة، رايحين وين؟ خارجين خارج المملكة في إجازة من الإجازات، رايحين خارج المملكة. شباب حقين أغاني وحقين دخان ومخدرات، يعني رايحين دعوة إلى الله؟ رايحين يعتكفوا في المساجد هناك؟ لا والله، رايحين للمومسات والسهر والرقص والمخدرات، رايحين يبارزون رب الأرض والسماوات بالمعاصي والذنوب. خرجوا من مكة، أقرب محطة وقفوا فيها عشان يعبوا السيارة فل، وكان صوت الأغاني مرفوع الأخير. واحد من الشباب المطاوعة والمشايخ سمع صوت الأغاني صوت عالي، تذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخذ سيدي وخرج وراح عند الشباب ودق القزازة. يوم شافوه وطوا الصوت وفتحوا القزاز: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام. وجاء ينصحهم ويذكرهم بالله والأغاني حرام وما يجوز، والموسيقى والعلماء والمشايخ والدعاة وأعطاهم السيدي. الاثنين اللي راكبين وراء والراكب قال: الله يجزاك خير يا شيخ. لكن السواق كان إنسان بعيد عن الله ومغرم وحبيب وهايم ورامي البكشة، يا عند وحدة أو عند واحد من الشباب. مرة حق عشق وغرام وهيام سهر وأغاني. قال: يا مطوع أقلب وجهك وخلينا أشوف ربك إيش يسوي. يتحدى مين؟ يتحدى الله. خلاص يا مطوع أقلب وجهك وخلينا أشوف ربك إيش يسوي. تقول ما قالها؟ والله يا شباب قالها. وهذا السبب، سبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، وأصبح الإنسان ما يفكر ولا يبالي بكلامه، أرمي وبس، ما تدري إنه ممكن تهوي بك 70 خريف في جهنم. كلمة هذه. قام ناصحهم الشيخ وكمل نصيحة والتذكرة، وقام وراح ركب سيارته. الشباب مشي وراهم الشيخ. بعد تقريبا 60 كيلو أو أكثر، والله العظيم سيارة مقلوبة في الجهة اليمنى وحولها كذا واحد من الشباب قايمين. يقول الشيخ: وقفت السيارة وانزل جري لين وصلت عند السيارة، والله أتأكد من السيارة، سيارة الشباب اللي دوبهم في المحطة كنت أنصحهم. وأروح عند الاثنين اللي كانوا راكبين ورا، لقيتهم ميتين، غطيت عليهم ميتين، فارقوا الحياة. وصلت عند الراكب وقربت منه، هو على الأنفاس الأخيرة، أقول له: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أبغى يقول لا إله إلا الله عشان يدخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول له: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: والله فتح عينه، شاف الشيخ وطالع في الشيخ، قال: يا شيخ ماني قادر أنطقها. أبي يقولها يا إخوان، إحنا نقولها اليوم لا إله إلا الله، سهلة بسيطة، لكن الإنسان اللي ما يعمل بلا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، لتحول بينه وبين لا إله إلا الله المعاصي والذنوب والبلايا والخطايا اللي كان يسويها في حياته. يقول: يا شيخ ماني قادر أنطقها. أبي يقول، أبي ينطق، ما هو قادر. والله العظيم إخوان كلها ثواني أو أقل من دقيقة مات. غطوا عليه ولحق أخوانه الاثنين. بقى من بقى يا إخوان؟ السواق اللي يقول: يا مطوع أقلب وجهك وخلينا أشوف ربك إيش يسوي. شوف الله إيش سوى فيه، سريع الحساب، ذو انتقام. والله الشيخ عارف إنه هذا بسبب كلمته اللي قالها قبل شوي، ولكن برضه حن عليه وجاء عنده ويقول له: لا إله إلا الله. قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أخذ يلقنوا الشهادة، يلقنوا بالشهادة عشان ينطقها ويدخل الجنة. ولكن الحب، ولكن الغرام، ولكن الهيام، ولكن العشق، ولكن المعاصي والذنوب. والله يا أخوان بدأ الصوت يرتفع، بدأ الصوت يرتفع الصوت، ارتفع الصوت لين صاروا الحاضرين كلهم يسمعون كلام هذا الشاب اللي موجود. يا ليته قال لا إله إلا الله
أو سكت. يا ليته ما نطق بكلمة، يا ليته مات بدون ما ينطق بشيء. عارفين إيش قال؟ عارفين إيش قال؟ اسمع، اللي تقضي ليلك كله معاكسات وغزل، اسمع يا اللي ترفيع دبابات وحب رعان، اسمع يا اللي جالس في الأسواق وتلفلف وتدور وتكحل في النسوان، أقسم بالله الذي لا إله غيره قبل لا يموت ينطق بكلمات ويقول أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها، أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها. يا الله، مات وهو يردد هذه الكلمات. كيف بيلقى الله؟ بيلقى الله سبحانه وتعالى وهو يردد هذه الكلمات، بيلقى الله وهو متحدي لله، واللي يتحدى الله لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي خليها تنفعك ولا خليه ينفعك، هذا اللي حبيته. أقسم بالله ما ينفعك أحد. يوم يعض الظالم على إيش؟ على إصبع؟ ما شباب، على يد. يا ليت إصبع، يا ليت يد. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ليتني ما حبيته، يا ليتني ما خاويته، يا ليتني ما عرفته، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. والخلة اعلى درجة في الحب، الحب الصحيح. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحب. أما تروح تحب اللي ورع، تروح تحب اللي وحده من البنات، يا شيخ توب إلى الله، استغفر ربك وارجع الله، لا تموت على سوء خاتمة. انتبه، فوق أغاني وسهر ومخدرات ودخان، والله بتموت، بتنشال يوم من الأيام على اكتاف وتحاسب في قبرك على كل شيء فعلته في الدنيا.